بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أنا سأجتهد في استخدام الرواية لتوطين قضية تركستان، لأنه يبدو أن حل القضية بعيد وفي معزل عن الشعوب الإسلامية سيكون صعب. أقصر طريق يمكن أن يساعد في حل قضية تركستان هو أن تهتم جميع الشعوب المسلمة بهذه القضية ولا تحل في معزل عن وجود الشعوب الإسلامية. فالمعطيات كلها تصب في صالح الصين. الحقيقة هنجد أن في الوقت اللي الصين بتقلل وبتخفض استثماراتها في السنوات الخمس القادمة، إلا أن هي بتزود الاستثمارات مع الدول العربية. وسنجد أن طريق الحزام اللي الدكتور اتفضل فيه يوجد دولتان مسلمتان كبيرتان فيهما هما بعد روسيا باكستان والعراق. إذن من المهم جدا أن تتوطن هذه القضية بين الشعوب المسلمة. لذلك أنا هجتهد في استخدام الرواية كما تفضل أساتذتنا في أن يتم توطين القضية بين الشعوب المسلمة عن طريق استخدام الرواية. في الحقيقة نحن نحتاج إلى ثلاثة عناصر أو ثلاثة محاور حتى تستوطن الرواية أو تستوطن القضية بين الشعوب المسلمة. النقطة الأولى أو المحور الأول الأفكار. على مدار 3 أيام للمؤتمر المداخلات التي استمعت إليها وجدت الزملاء يتكلمون عن تركستان الشرقية وعن أهمية أن يأخذ المسلمون في تركستان الشرقية حقهم في المعايشة والمواطنة. في الحقيقة تركستان هي دولة محتلة، وإلقاء الضوء من الناحية الإنسانية فقط على قضية تركستان يضعفها. فتركستان دولة محتلة والصينيون دولة محتلون لهذه الأرض. إذا أعطى الصينيين، يعني إذا توقف الصينيين عن اغتصاب النساء، وإذا توقف الصينيين عن الاعتقال الأجور، هل تحل القضية؟ ستظل الأرض احتلال وستظل مطلوب أن هذه الأرض أن تحرر. النقطة الثانية يجب استغلال الفرص. يوجد فرص واضحة الآن. يوجد دولة تركيا تعمل بشكل كبير من أجل هذه القضية، ويوجد حالة مناوشات أو منافسة بين الغرب وبين الصين في الملفات الاقتصادية. والغرب حريص كل الحرص الآن أن يظهر الصين أنها دولة لا تهتم بحقوق الإنسان، وأنها دولة تعمل ليل نهار على انتهاك حقوق الأقليات. جيد جدا أن تستغل هذه الفرصة، ولكن يجب أن توضع في إطارها أن هذا احتلال وليس فقط أقليات. يعني القضية ليس قضية أقليات مسلمة في الصين بقدر ما هي قضية احتلال لأرض تركستان. في الحقيقة لا أريد أن أكرر كلمات قيلت، لذلك أنا سأختصر بقدر الإمكان. النقطة الثالثة، يجب أن نعلم ونؤمن إيمانا يقينا أن هذه الأرض ستحرر، كما أننا نؤمن أن في أرض فلسطين ستحرر، فنحن نؤمن أن أرض تركستان ستحرر بإذن الله تعالى. وأن هذه القضية ليست قضية أهل تركستان أو أهل الأوغور، بل هي قضية كل المسلمين، مثل باقي القضايا الأخرى التي تتعلق بأرض الإسلام والمسلمين. نهاية أرجو منهم أن يهتموا بالإعلام الرقمي، لأنه يبدو أن الإعلام الحكومي مغيب تماماً وخارج الإطار. الاهتمام بالإعلام الرقمي، الاهتمام الشديد بصناع المحتوى، الاهتمام بصناع محتوى بلغات مختلفة، ويمكن أن يتم التعاون بين كثير من المؤسسات الإعلامية وبين الإخوة في الاتحاد في هذا الصدد. لا أريد أن أطيل عليكم وأعتذر إذا كانت الكلمة ليست قوية كباقي الأساتذة، ولكن المنصة الحقيقة أحب أن أفسح لها الوقت وأعطيها. جزاكم الله خيرا.